النهاردة هنعمل مع بعض النابت. طبعا كلنا شاطرين ونعرف نعمل النابت، بس في بنات اللي لسه مبتدئين وفاتحين بيت جديد ما يعرفوش الطريقة، فقلت اشارككم معايا طريقة النابت من اول ما نبل الفول لحد ما ينبت بالشكل ده. في البداية هجيب الفول وانقيه، انقي الفولة البيضة الكبيرة وهغسله كويس وهنقعه وهسيبه لتاني يوم. بعد 24 ساعة صفيت منه المية وغسلته كويس وهغطيه واسيبه لليوم اللي بعده. ده تاني يوم بقى بالليل، يعني طول النهار انا بغسله واصفي منه المية واغطيه واسيبه. بغسله 3 مرات 4 مرات في اليوم، اشطفه شطفة كده واصفي منه المية واسيبه. فده تاني يوم بالليل ابتدى بقى يزرع حاجة بسيطة كده. ده بقى تالت يوم، اليوم التالت اللي هنطبخه فيه، يعني قعد يومين اغسله واصفيه من المية واغطيه، محطش فيه منقعوش تاني في المية خالص لحد ما يبقى معايا بالشكل ده، وهبتدي بقى نطبخه. ومعايا حلة على النار فيها مية مغلية. اول ما المية تغلي هنزل فيها النابت، ولازم يكون مغسول كويس قبل ما احطه في الحلة. بحطه كده في الحلة، وبعدين اجيب بصلتين كده صغيرين وجزراية واحطهم عليه واغطيهم واسيبهم يغلوا براحتهم، ومش هحط له اي توابل ولا حاجة دلوقتي لحد ما يغلي ونشيل الريمة اللي على الوش. وهو بيغلي كده بيطلع ريمة على الوش لازم نشيلها. وننضفه كويس كده، لازم نشيل الريمة كلها، وعشان الريمة دي لو سبناها هتخلي المية بتاعته تسود، فلازم تتنضف كويس. وبعد ما انضف الريمة كويس هحط شوية فلفل صغيرين، وهحط مرقة خضروات واغطيه واسيبه يستوي براحته. والملح هنحطه في الاخر خالص، هو والكمون، عشان لو حطينا الكمون في الاول هيمرر معانا، ففي الاخر خالص بحط الملح والكمون. بعد ما النبت بيستوي معايا بجيب توم، هعمله طشة توم كده زي طشة الملوخية بالظبط. بحطه في شوية زيت واقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي، وبعد كده اطش بيه النابت. وبعدين نظبط بقى الملح بتاعنا. انا كنت حاطه شويه ملح هنا على الثوم وانا بعمله، وهحط شويه كمون، قلت لكم هنحط الكمون في الاخر عشان ميه النابت ما تبقاش ممرره معانا. هحط شويه كمون وهحط عصره ليمون ونظبط الملح بتاعنا. وممكن كمان نعمل على الشوربه بتاعته دي نعمل شويه ملوخيه، بس ممكن نعملها قبل ما نحط الطشه، ناخد شويه من الشوربه ونعمل ملوخيه ونعمل طشه للملوخيه لوحدها. بظبطه كده وبألف هنا وعافية. شايفين شكله حلو ازاي، لون المية بتاعته فاتحة وجميلة ازاي. لو وصلتوا لحد هنا معايا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتعملوا مشاركة للفيديو. اشوفكم على خير، باي باي.